بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مسألة هنحلها مع بعض إن شاء الله. المسألة رقم 75 في كتاب الامتحان نسخة 2026. بقول سحب، وخد بالك من الكلمة دي عشان نحتاجها. سحب بانتظام سلك معدني منتظم المقطع فقل نصف قطره بنسبة 20%. يبقى هنا نصف القطر قل بنسبة 20%، فإن المقاومة R تزداد بنسبة كام؟ بص، في المسائل اللي هي بتاعت سحب او اعادة التشكيل بتاعت السلك، انا عندي علاقات انا لازم اكون عارفها. الار تتناسب طردي مع ال تربيع، او الار تتناسب عكسي مع الاي تربيع اللي هي مساحة المقطع تربيع، او الار تتناسب عكسي مع ار اس 4 نصف القطر اس 4. طب يا ترى المسألة بتاعتنا دي فيها مين ومين؟ فيها الار وفيها الار، يبقى انا هشتغل بالعلاقة دي. طيب الاول تعالى نترجم حاجة. هو يعني ايه نصف القطر قل بنسبة 20%؟ يعني مثلا لو انا قلت ار في الحالة الاولى كان ب100، تبقى ار في الحالة التانية لما يقل بنسبة 20%، 20%، يبقى ار في الحالة التانية بقى 80، لانه قل بنسبة 20%. يعني من كل 100 هنقص 20. طيب هو لو كان ب100 نقصت 20 يبقى نصف القطر في الحالة التانية ب80. طيب دي معلومة مهمة جدا. تعال بقى نشوف R في الحالة الأولى و R في الحالة التانية، نعمل بينهم نسبة. طبعا هتساوي R 2 أس 4 على R 1 أس 4، يعني بتساوي الار 2 ب 80 اس 4 والار 1 ب 100 اس 4. ده هيطلع معايا برقم. شوف بقى الرقم ده كده مع بعض، اللي هو 80 اس 4 على 100 اس 4. نفتح بس الآلة الحاسبة ونحسبها مع بعض. طبعا انتوا معاكم آلة حاسبة، احسبوا معايا برضو. 80 اس 4 على 100 اس 4 دي هتساوي 256. هنكتبها بقى يلا. 256 على 625. 625. طيب انا عاوز اعرف ار 2، يعني ار في الحالة الجديدة زادت بمقدار قد ايه من الحالة القديمة. فهنضرب طرفين في وسطين، هنجيب الار 2 هتلاقيها بتساوي، هتضرب بقى ايه ده في ار 1 يبقى 625. 625 هتضربها في ار 1 وتقسمها على 256، هتطلع معاك ار 2 ب 2.44 ار 1. طيب يا استاذ انت وصلت لايه دلوقتي؟ انه ار 2 اكبر من ار 1 بالرقم ده 2.44، يعني قده 2.44 مرة. طيب مقدار التغير بكام؟ دلتا ار. انا بدور على النسبة، مش بدور على مقدار التغير، بس لازم اجيب مقدار التغير الاول. مقدار التغير دايما بيساوي الحالة الجديدة ناقص الحالة القديمة، يعني ار 2 ناقص ار 1. طب ار 2 انا لسه جايبها دلوقتي حالا ب 2.44 من 100 ار 1. لما اطرح منها ار 1 يتبقى لك 1.44 من 100 ار 1. خد بالك اللي انا جبته ده مين بقى؟ ده اسمه مقدار التغير. ده مقدار التغير، اكتب جنبه كده مقدار التغير مش نسبة التغير. تبقى نسبة التغير، النسبة بقى هتساوي ايه؟ النسبة بقى هتساوي مقدار التغير اللي انا جبته ده 1.44 من 100 ار 1 تتقسم على ار 1 وتتضرب في 100، وبالتالي الار 1 هتروح مع ار 1 ويتبقى لك هنا 1.44 من 100 في 100 يديك 144%، وتبقى دي النسبة اللي هو عايزها. يبقى اختار له الاختيار رقم ج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.